سويت كبة التمة مثل ما تلاحظون، كبة التمة على أصولها. طبعا الفيديو مال كبة التمة راح انزله ان شاء الله قريبا، لكن هسه راح اقول لكم ردة فعلي وطعم الكبة اللي سويتها كبة التمة. فيديو منعزل عن الفيديو اللي راح اسوي بيه الكبة. هاي كبة التمة مثل ما تلاحظوها، هذه الشكل الرهيب والعجيب والطعم اللذيذ. خلينا نتذوق واقول لكم يعني يعني طعمها يعني امانه. وطبعا عندنا طماطم بالزبد والثوم، طماطم بالزبد والثوم مثل ما تلاحظون، حتى الزبد موجود بعده. طبعا الزبد العربي الاصلي والثوم. طبعا عندي شويه هنا فجل، الفجل طبعا ضروري. ولو الاكل اليوم مو صحي 100%، وعندي شويه جلاس بيبسي. طبعا خلينا نتذوقها واقول لكم طعمها الرهيب، اذا كان فعلا رهيب. خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتذوق اول مرة الكبة وحدها، نتذوق الكبة اول مرة وحدها. بسم الله الرحمن الرحيم. حارة. لاحظوا القرمشة مالتها، قرمشة درجة أولى. بس أقول لكم شنو الإشكال اللي صار. نراويكم شنو اللي بداخلها. طبعا لحم مفروم وكرفس، بهارات مال كبة، ملح، بصل. صراحة شي رهيب وطعم خيالي، لكن شوية الملح الزايد حبة، هذا اللي ما احبه انا. طبعا هنا مثل ما تلاحظون، خلينا نتذوقها بالطماطم، طماطم الزبد. انا احبها اصلا بالطماطم. رهيبة بالطماطم، تفوز للاخر بصراحة. يا الله، يا الله. طبعا طماطم بالزبد، ومو اي زبد، جيب زبد عرب او زبد انقور، راح تشوف الطماطم خيالية مع الكبة رهيبة. طبعا طعم الكبة هاي، الرز المشوي او المقلي باللحم، بالكرفس، بالبهارات، بالبصل الموجود، بصراحة عالم ثاني، والله عالم ثاني. ما اعرف انا بالدول الباقية شو يسموها، لكن بالعراق احنا نسميها كبة تمن، او احيانا نسميها كبة حلب. تربح، كلش طيبة. طبعا تجربة اعيدها او لا، حاول ما فوت اسبوع اذا ما سوي كبة. الشغلة الثانية، ما انا توفرت امكانيات طبعا هي بسيطة حيل، بس زيادة هي لحم مفروم. اقدر اسوي لكم اياها بغير اللحم المفروم، لان انا اعلمكم ان شاء الله. من 10 قد؟ من 10 بصراحة. هي 10 من 10 تاخذ، بس اذا اخذ اقل من 10 اعطيها تفوز. واحد عراق. سلامكم العافية.